المواضيع اللي تعنينا وبتهمنا. فنحن كلبنانيين وكأكراد عم نعاني من مشاكل كتير كبيرة، وهيدا المؤتمر هو باب لحتى نتطرق لهيدي المشاكل والصعاب اللي عم نعيشها نحن كأكراد بلبنان. فهيدا المؤتمر في ظل هيدا الوضع كتير ضروري وكتير مهم. شو هي العوائق؟ شو هي المشاكل للتحاور، للتضامن، للتكامل؟ شو هو الحاجز؟ شو اللي بيفرقنا؟ هيدي الجلسة رح نتطرق فيها لهالأمور، مع أنه نحن عمر التاريخ كنا شعب واحد، كان في اتحاد وكان في تلاحم وتكامل بيناتنا. بهيدا المؤتمر بده يكون في مخرجات ورح يتم التناول على كثير من الأمور، بس بجلستنا الأولى اللي رح يكون في الشق الأول متعلق بتشخيص القضايا والمشاكل وتحليلها بعين نقدية. كما أننا ننظر هنا إلى الدور المحوري التي ينبغي لنا نحن أصحاب الفكر والرأي الحر من السيدات والسادة أن نلعبه كفءا به من باب المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقنا جميعا على صعيد تكامل الأفكار وتبادل الأفكار والآراء والتأسيس للعيش المشترك والمواطنة المتساوية وفق مبدأ وعنوان وشعار الوحدة في الاختلاف. ضيوفنا الأعزاء نرحب بكم مجددا وشكرا لكم. أبو سنة 99 بشهر شباط أن المنهجية الصحيحة هي كشف الحقائق. المنهجية السليمة العلمية هي تسخير العلم لإحقاق الحق. فاستمريت وصدر كتابي الأول كما تفضلت الرفيقة الأستاذة حنان عثمان، وكان كتاب الأكراد شعب المعاناة نافذة على واقعهم في لبنان والعالم. حقيقة القضية الكردية هي قضية إنسانية بامتياز، قضية تمت لكل القيم الإنسانية، والكرد هم يكادوا يكونون الشعب الوحيد بين الشعوب الإسلامية أو بين شعوب الشرق الأوسط الذين جردوا أنفسهم من الحس المذهبي والطائفي. فالكردي التركي لا نعرفه إن كان علويا أم سنيا أم شيعيا. هناك أقلية صغيرة شيعية في جنوب شرق الأناضوليا اللي هي شمال كردستان. ولا في العراق تغلبوا على الحس المذهبي الذي ما زال للأسف الشديد العرب يعيشون في مستنقعاته وينقسمون مناطقيا ومذهبيا ودينيا. هذا الأمر لم نجده عند الأكراد. إذن يليق بهم قيام دولة مستقلة خاصة بهم. ليس من الكفر أن نقول هناك حق للأكراد لكي يكون لهم دولة مستقلة سيدة، لأنها ستكون دولة حضارية.